بوشعيب منزوله المدير الجهوي لشأنكم تيفي، كنشكرك على تغطيه الحادث هذا وانك نقلت هذه المباراه هذه على القناه ديالكم اللي كان دائما حاضره معنا من بدايه الدوري الى نهايته. يعني اي كبيره وصغيره مرت في الدوري فانتم قمتم بتغطيتها، يعني الشكر في حقكم قليل. والحمد لله كيف ما كتشوفوا وصلنا للمرحله ديال الختام، احنا الحمد لله نجحنا هذا الدوري هذا اللي يقفوا عليه نساء ورجال الاعلام، واكدوا كذلك وابانوا على علو كعبهم في تنظيم هذه المحطه الرياضيه المتميزه، خصوصا بعد الانجاز اللي قام به المنتخب الوطني المغربي. فقلنا علاش ما نكرروهاش، وكذلك نحيوا الاجواء في هذا رمضان هذا ونجمعوا كذلك محبي وعاشقي الرياضه الحاصله على الاكثر شعبيه على مستوى العالم. فالحمد لله كان لنا ما شئنا من خلال تنظيم هذا الحدث. واليوم الضيوف الكبار لا معروفين لا في التلفاز ولا ايضا رياضيون كبار عطاو الشيء الكثير في عالم الرياضه ومعروفين على الصعيد العالمي كانوا حاضرين معنا، والدوري كان ناجح. الفرق عبروا على الرضا ديالهم، عبروا على انهم دوزوا مرحله زوينه واشادوا بهذا الدوري كثير، واشادوا بالتنظيم واشادوا بالتنظيم المحكم اللي قاموا به ابناء الاعلام. والتحيه بدايه النقل الرئيسيه اللي جاينا بالمجان باش يحيوا معنا فعاليات هذا العرس الرياضي. فالتحيه والشكر لهم مره اخرى. الميداليه ميداليات الشهامه ان غادي نقدمها مدينه القنيطره برهنوا على انهم يعني لهم إلمام كبير بالكرة القدم بالرياضة كليا في مدينة القنيطرة. والوجود ديالنا الآن وشخصيات رياضية وشخصيات يعني فنية لا خير دليل على أن البطولة الرمضانية كانت ناجحة. الشهامة والمهابة والرجل الخدوم الابتسامة انتمائنا والرجل الصادق ودائما تجد الالتفاتات هذه وهذه الجائزة فقط قدمناها يعني لأن السيد سعيد بوخبزة قدم الكثير من أجل إنجاح هذا الدوري الرمضاني فني في المستوى، وبرهنوا جميع اللاعبين على أنهم كانوا عندهم اهتمام بالفوز بالبطولة. الإعلامي أنور السعدي يتفضل. كذلك نشكر الجميع كل من ساهم في إنجاح هذا الدوري الأول من نوعه اللي كينظموه الإعلاميين ديال مدينة القنيطرة. شكرا كذلك للجمهور الحاضر، شكرا لكل من ساندنا ودعانا، لكل من شاركنا هذا الحفل الختامي. وحضور ديال مجموعه الاسماء الكبيره كانت في الاختتامي هو كيدل بانه نشكر الناس اللي تحملوا العناء ديال هذا الدوري هذا والمجلس الاعلامي الكل. هنيئا لكم هذا المولود الجديد اللي داروه، ونتمنى بانه يتزامن في على التغطيه ديالو ديال دوري ابناء حلاله في نسخته الاولى. زميلات الزملاء اللي اداو دور كبير لانجاح الدوري الكبير، وهذه النسخه الاولى ديال الدوري بهذا المستوى بهذا الاطار وبهذه الكفاءات اللي الحمد لله باقي شباب يشقوا في العالم ديالهم وعالم الاعلام، وكانوا صائبين وجادين في العمل ديالهم حتى وصلنا لهذا النهائي. الحمد لله حنا كاملين فرحانين اننا تنتميو للجسم الاعلامي لهذه اللحمه ديال الشباب اللي غيقولوا الكلمه ديالهم في المستقبل. وما هذه الا النسخه الاولى، وانتظرونا في النسخه الثانيه في رمضان القادم. كما كتشوفوا اليوم اجواء رائعه، نهائي الدوري من طرف الاعلامي القنيطرة. كما كتشوفوا النهائي داز في واحد الاجواء اللي كانت جد رائعه. توج بالنهائي فريق تجار القنيطرة، هنيئا لهم بالفوز، والحمد لله نجاح الدوره الاولى بمجهود جميع الزملاء الاعلاميين. وكنشكروا الجميع اللي حضروا اليوم واللي نجحوا هذه الدوره الاولى. تحياتي لكم. مساء الخير، شأنكم تيفي.
الاعلاميين قدموا دوري على احسن المستويات. اعلاميين مدينه القنيطره الشباب صراحه فكروا انهم ينظموا مجموعه من الانشطه، سواء انشطه اجتماعيه، انشطه فنيه وانشطه رياضيه، وكانت كره القدم هي اول نشاط غنضموه هذا الشباب في هذا الشهر الفضيل. صراحه دوري ابناء حلاله دوري ناجح بكل ما تحمل الكلمه من معنى، نجاح منقطع النظير باعتراف الجميع. كنظن ان هذه فقط الخطوه الاولى من اجل القيام بمجموعه من الانشطه الاخرى في المستقبل. وشكرا. شكرا لشأنكم تيفي الزميل ايضا اللي حاضر معنا. شكرا لكل الاعلاميين واعلاميات مدينه القنيطره. طبعا اثبتنا اننا حقا قد المسؤوليه. الجمله هذه الكلمه نقولها بالدارجه ديالنا، حنا حقا قد المسؤوليه. هذا دوري ابناء حلاله في نسخته الاولى اللي نظموا اعلاميين واعلاميات مدينه القنيطره. اليوم كان النهائي ديال الدوري الرمضاني، الحمد لله كان ناجح بامتياز. اش غنقول؟ اللي غنقول هو انني كنشكر هدى، سعيد، امين، طارق، ربيع، هشام، بوشعيب، انوار، يعني الدراري كاملين اللي نسيتهم سمحوا لي. كنشكر كلشي لان تبارك الله اثبتنا على اننا كنا هنا بمدينه القنيطره اعلاميين يد وحده. الحمد لله رغم اي حاجه كتقدر توقع، مثلا الخلافات، غنقولوا حنا الخلافات كيوقعوا في اي حاجه، حنا صرنا نفكرش وكيتغالطوا، ولكن وقت الحق وقت الصح كنلقاو بعضياتنا. شكرا لكم بزاف والحمد لله على كل شيء، ورمضان كريم. اليوم ولله الحمد كانت المباراة النهائية لدوري الإعلاميين القنيطريين الأول من نوعه، يعني في الدورة الأولى، واللي عرف واحد النجاح باهر كما تابعتم من البداية ديالو، سواء في التنظيم ولا من حيث الحضور الوازن اللي حضر لمتابعة هذه المباراة النهائية. كذلك الحفل الختامي لهذا الدوري اللي قلت هو الأول من نوعه، اللي مستقبلا إن شاء الله غادي يكونوا دوريات أخرى وغادي يكونوا بشكل جديد وغادي يكونوا دوريات متطورة أكثر.